يوسف بيسأل ازاي اعرف ان الشخص اللي قدامي ما ينفعليش ولا ينفع يقدر اللي بعمله علشانه. السؤال ده قد يبدو سؤال سهل، لكنه في الحقيقة من الأسئلة العميقة، لأنه بيتطلب إننا نناقش جوانب كتير جدا، زي قيمة الإنسان ونفسه، وقيمة اللي بتعامل معاهم، وجودة العلاقة اللي هو فيها، وحاجات تانية كتير. لكن علشان نجاوب على سؤال زي ده لازم دايما تفكر في حاجتين: التأمل في مشاعرك، وبعدين تصرفات الشخص التاني. فازاي بقى تعرف ان الشخص ده ما ينفعلكش؟ اول حاجة، لو بتحس انك دايما الوحيد اللي بتدي ومفيش اي حاجة بتاخدها في المقابل، لا دعم ولا رعاية ولا وقت ولا اهتمام ولا اي حاجة، لان ده في قلة اهتمام وقلة احترام. دايما خد بالك، ان كنت معطاء فاعرف حدودك، لان الاخذ لا حدود له. تاني حاجة، لو الشخص ده بيتجاهل مشاعرك ومش مهتم باللي بيفرحك او اللي بيزعلك، ما بتفرقش معاه يعني. تالت حاجة، لو شايف ان في صعوبة في التواصل بينك وبينه، ودايما مضطر انك تخبي جزء من شخصيتك علشان ما تخسروش، فدايما حاسس انك مش على طبيعتك. رابع حاجة، لو بتحس ان في استنزاف لطاقتك العاطفية، بمعنى انك ممكن تكون بتتعب بعد كل نقاش معاه، او بيحسسك بعدم الامان. واخر حاجة، لو حسيت انه مختلف معاك في القيم والمبادئ الاساسية، زي طريقة الحياة، الاحترام، الطموح، والحاجات اللي زي كده. لو حسيت دايما انه بيقلل منك او بيعطلك، مش بيقويك ولا بيشجعك. واخيرا واهم حاجة، لازم تسأل نفسك السؤال المهم جدا علشان ما اطولش عليك: هل الشخص ده بيخليني احس ان انا احسن ولا اوحش؟ ولازم تكون صادق مع نفسك في الإجابة دي بصدقك فيها بإذن الله هي اللي هتوجهك. وأرجوك بلاش تدور على قيمتك فين أي حد تاني. الإنسان الصح ما بيعملش دوشة، ولو أنت مش حاسس بالفعل إن في حاجة مش تمام، عمر ما كان هيكون جواك كل التساؤلات دي. المهم تكون صادق مع نفسك في الإجابة. سلام.